المؤسس لأوسكار شمال أفريقيا بتونس، ورئيس الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل للجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. بالنسبة لأوسكار شمال أفريقيا للجمال بتونس اللي باش يكون المرة هذه في دورته الثانية، ان شاء الله باش يكون معناتها في نمط مغاير على الاوسكار في دورته الاولى. ان شاء الله باش تشوفوا عديد من الورشات المهنيه التعليميه في عديد الاختصاصات في مجال الحلاقه والتجميل بمشاركه نخبه من اكبر المزينين على الوطن العربي. باش تكون نخبه معناتها من جميع الدول، من تونس ومن الجزائر ومن الاردن ومن فلسطين، كيف نفس الشيء. هذه لتبادل الخبرات ما بين الزملاء الكل، كذلك بحضور ضيوف شرفيين كخبراء من اكبر الخبراء باش يكونوا زاد متواجدين معنا، وعديد من المشاركين باش يكونوا من جميع الدول العربيه مثل الجزائر، ليبيا، فلسطين، الاردن، سوريا، العراق، تركيا، المانيا. هذوما الكل باش يكونوا متواجدين ان شاء الله ابتداء من يوم 7 اكتوبر بمدينه ياسمين الحمامات، اللي باش تكون بالحق هي معناتها بادرة طيبة لافتتاح سنة جديدة من الأعمال والنجاحات. وهذه الأوسكار احنا كإدارة مهرجان وكرئيس المهرجان الأوسكار هو مهرجان التحدي لإبراز نجاحات الفارطة، نجاحات باقي المهرجانات الفارطة اللي قمنا بها. إن شاء الله باش نشوفوا حاجات مغايرة، كيف باش نشوفوا معرض الحرفيين من جميع الدول العربية باش يكونوا حاضرين، الحرفيين والمؤسسات الصغرى. كذلك باش نشوفوا مسابقات باش تكون زاد في ايضا على غرار الورشات التدريبيه للنساء، باش تكون فما ورشات تدريبيه اخرى زاد للرجال في قاعه مغايره، باش تكون فيها مسابقه للرجال، باش تكون ايضا في مسابقه للحلقات النساء. هذا كله احنا للارتقاء بالمهنه نتاعنا. كيف حبيت نقدم تحيه زاده معناتها وكيله الشركه بالجزائر السيده اسماء جرجة، المجهودات اللي تقوم بها في دولة الجزائر، على المجهودات الجبارة. الحق معناتها نقدم لك كل الشكر والتقدير. كذلك معناتها شكر أيضا زاد للسيد أحمد الطالبي رئيس الفيدرالية، اللي معناتها قدمنا الدعوة وحبينا يكون في تعاون بين الجامعة والفيدرالية، تعاون تونسي جزائري للارتقاء بالمهنة نتاعنا. وهذه حاجة تزيد تربط العلاقات وتكبر الأخوة ما بين الدولتين. ان شاء الله زي كيف باش نشوفوا معناتها شركات عالميه باش تكون حاضره، باش نشوفوا زاد ايضا الاستاذ عمر فلاحه لاول مره باش يكون معنا متواجد، اللي هو سبونسر والراعي لاوسكار شمال افريقيا. نقدموا له تحيه خاصه على دعمه المميز، على دعمه الكبير للاوسكار. باش تشوفوا احلى البسه نسائيه بشوفوها في الاوسكار. كذلك فما هديه من السيد عمر فلاحه لجميع المشاركين بدون استثناء. نشكروه شكر خاص، وان شاء الله نشوفوا زاد عروض متنوعه، عروض مغايره، عروض فريده من نوعها من جميع الدول العربيه. نقدموا تحيه ايضا زاد لقناه الموجز الاخباريه بالجزائر، والشكر لكم على الدعوه. كيف تحيه خاصه زاد للصحفي والاعلامي الاستاذ سنتوجي، ومشكور وبارك الله فيه معناتها جاء من الجزائر على تونس باش نقوموا بالتغطيه الصحفيه. وشكرا. الحضور الكريم، دعونا الآن نرحب بالسيد بسام دريرة رئيس الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل للجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.